تخيل إنك قاعد في بيتك والدنيا كلها هادية والعيال بتلعب، وفجأة تلاقي الأرض كلها بتهتز، الحيطة بتقع والكهرباء بتقطع والناس بتجري وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل. في حاجة غلط، ودي مش نهاية العالم. وفجأة تكتشف إن ده مجرد زلزال. بس يا ترى إيه اللي خلى الأرض تتحرك كده فجأة؟ وهل فعلا ممكن الزلازل تبلع مدينة بالكامل؟ وليه الزلازل بتحصل أكتر في أماكن معينة واحنا هنا في مصر او حتى دول الخليج ممكن يحصل عندنا زلزال قاتل؟ وايه بالظبط اللي المفروض نعمله لو حصل زلزال وانا في بيتي او في الشارع؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اخطر الكوارث الطبيعية اللي مرت على كوكب الارض، وهي الزلازل. والكلام هيكون مبسط من غير تعقيد، بس من غير ما نسيب اي حاجة ان شاء الله. يعني ايه اصلا زلزال؟ هل عمرك سمعت صوت الارض وهي بتتكلم؟ الزلزال هو لغة الارض لما بتتوجع. الزلزال بيحصل لما في طاقة ضخمة جدا كانت محبوسة في صخور تحت الارض وفجأة كده بتتحرر. التحرر ده بيعمل موجات بتهز الارض من تحتنا، زي كده بالظبط لما تكون ماسك مسدس ضاغط وبتسيبه فجأة هتسمع صوت فرقعة. طيب ايه هو سبب الزلزال؟ الصفائح التكتونية زي بلاطات ضخمة كده بتتحرك تحت رجلينا، بس كده لما بتصطدم مع بعضها او تنزلق الارض بتتخانق مع نفسها، وساعتها يحصل الزلزال. وفي 3 طرق بيحصل بيهم الزلزال. اول طريقة وهو انزلاق صفائح على بعضها، وتاني طريقة هو تصادم الصفائح دي، وتالت طريقة هو تباعد الصفائح التكتونية. والصفائح التكتونية دي بتعتبر قطع من قشرة الارض والغطاء العلوي ليها، والاتنين دول بيسموا باسم الغلاف الصخري. طيب يا ترى فين اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها زلازل؟ اليابان وتركيا وغرب امريكا كلها على حزام النار، وده أشهر خط زلزال في العالم. وفي مصر حصل عندنا زلزال سنة 1992 وهز القاهرة كلها، وكانت قوته 5.8 ريختر، بس بسبب البنايات الضعيفة حصلت وفيات وخسائر كبيرة. وعلشان نحس قد إيه الموضوع قريب مننا، خليني أقولك إن فجر يوم 14 مايو 2025، والتاريخ ده اللي هننشر فيه الفيديو النهاردة، حصل زلزال شعر بيه ناس كتير في مصر. والزلزال ده كان بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ومركزه كان جنوب جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 431 كيلو متر شمال مدينة رشيد، ووقع على عمق 76 كيلو متر تحت سطح الأرض. والناس في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا حسوا بالهزة دي، واللي استمرت أقل من 20 ثانية، وده بسبب عمق الزلزال الكبير اللي ساعد في انتقال الموجات الزلزالية لمسافات بعيدة. والحمد لله مفيش أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. بس الموقف ده بيأكد إن مصر مش بعيدة عن الزلازل تماما، وإننا لازم نكون دايما مستعدين وفاهمين إزاي نتعامل مع المواقف دي. وهنا هنتكلم عن أنواع الزلازل، ولازم تعرف إن مش كل الزلازل واحدة. في زلازل تكتونية ودي بتبقى الأشهر، وكمان في زلازل بركانية، وفي زلازل بشرية من تفجيرات أو استخراج بترول على سبيل المثال. طيب إزاي العلماء بيقدروا يقيسوا الزلازل؟ في أجهزة حساسة جدا اسمها سيسموغراف، والأجهزة دي بتسجل الهزات بكل دقة. ومقياس الزلازل بيبقى اسمه مقياس ريختر، وقوة الزلازل من 1 ل3 ريختر محدش بيحس بيها، ومن 4 ل5 ريختر بتهتز شوية حاجات كده، أما بقى من 6 ل7 ريختر فممكن تسبب دمار. ولو الزلزال جه 8 ريختر أو أكتر دي بتبقى كارثة بكل المقاييس. ومن أشهر الزلازل في العالم زلزال تسونامي في اليابان سنة 2011، وقوته كانت 9.1 ريختر، وده قتل الآلاف من الناس وسبب تسونامي دمر مناطق ضخمة. والتسونامي هو عبارة عن سلسلة من الموجات الضخمة واللي بتعمل اضطرابات تحت المية، وغالبا بتحصل في المحيط أو بالقرب منه، وده ممكن يسبب ثوران في البراكين، وبيتسبب في تساقط الصخور الساحلية، فبتعمل موجات ضخمة في المحيط أو البحار، واللي بدوره بيخلي المية بتطلع على الشاطئ بكل قوة وسرعة، وبتشيل الأخضر واليابس. كمان زلزال تركيا سنة 2023 اتسبب في انهيار مباني ضخمة، واللي أثار جدل كبير جدا بسبب البنية الضعيفة. كمان حصل زلزال في سان فرانسيسكو سنة 1906، وده تقريبا حرق المدينة بالكامل. ومن هنا في سؤال، هل احنا كبشر نقدر نتوقع الزلازل؟ العلم لحد دلوقتي ما قدرش يتوقع الزلازل بكل دقة، بس في دراسات بتقول إن الحيوانات ممكن تحس بالزلزال قبل البشر. وفي بعض العلماء بيراقبوا النشاطات المغناطيسية تحت الأرض علشان يحاولوا يتوقعوا إن في زلزال هيحصل قريب ولا لأ. طيب خلاص بقى ربنا أراد وفي زلزال حصل، يا ترى نعمل إيه لو الزلزال ده حصل وإحنا جوه البيت؟ أبسط حاجة الواحد ممكن يعملها إن هو يستخبى تحت حاجة قوية زي ترابيزة أو حتى سرير، خاصة لو كان الزلزال قوي جدا وممكن يسبب انهيار في المبنى. وطبعا هتبعد عن الشبابيك والحوائط، وما تقفش تحت نجفة أو حاجة ممكن تقع عليك.
بس لو بره البيت ابعد بقى عن المباني والأعمدة والكباري علشان لو قدر الله حاجة وقعت تبقى انت بعيد عنها تماما. وبعد الهزة الأرضية ما تدخلش مكان مهدد بالسقوط، وكل ده علشان تحافظ على نفسك لو حاجة من الحاجات اللي قلناها دي كانت معرضة إنها تنهار. وبعض الناس اللي وصلت لحد هنا ممكن يخطر في بالها شوية أسئلة كده، واللي منهم هل في حالة حدوث زلزال ممكن الأرض تنشق وتبلع الناس؟ خليني أقول لك يا صديقي المتابع، ده خيال مش موجود غير في دماغك أنت وبس، وشغل سينما كمان. طب هل في زلازل ممكن تحصل كل يوم؟ الإجابة إن في آلاف الزلازل بتحصل كل يوم، بس إحنا حتى مش بنحس بيها. طب هل الزلازل مرتبطة بعقاب إلهي؟ العلماء بيشوفوا إنها ظاهرة جيولوجية وملهاش أي علاقة مباشرة بالعقائد. وفي النهاية الزلازل بتفكرنا إننا عايشين على كوكب حي بيتحرك، بس لازم دايما نكون مستعدين نطور البنية التحتية ونوعي نفسنا من خطر الزلازل. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وسيب لنا رأيك في الكومنتات، تحب نعمل الفيديو الجاي عن ايه. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.